هو انت لسه كان عندك شك ان انا بتكلم لمصلحتك؟ انا مش فاهم يعني. امال انا يعني استحملت اللي انا بستحمله ده ليه؟ عشان في مصلحه في الاخر يعني انت مش مستغرب من اللي بيحصل حواليك، حالات الوفاه والدخول المستشفيات، والمشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كل واحد عنده مشاكل في المعده والامعاء، وحالات اللي ظهرت فشل كلوي، يعني انت فاهم. فتلاقي مثلا واد زي الاستاذ اللي طلع من شويه يقول لك ايه، مسيلمه الدجال. هو لقب مش بطال، هو ركب حاجتين على بعض يعني، مسيح الدجال مع مسيلمة الكذاب، طلع هو الميكس ده. بس موافق يعني، طالما انت شايف كده زكي هو ده غطاس، ينفع ناكل لحمة مستوردة؟ انا مش عارف ليه حاسس ان احنا ايام النكسة ومخبيين بقى، وانت معاك كيلو رز، معاك كيلو سكر، كل واحد مخبي حاجة. انت فاهم، لسه الايام انت فاهم يعني. ما سألتش نفسك ايه اللي بيحصل حضرتك؟ ده انا شفت فيديو لمجموعة يعني مشرفة من الاطباء على زكي هناء عبد اللطيف، مجموعة مشرفة من الاطباء على برنامج الستات اللي هو بتقدمه مفيدة شيحة معاها مذيعة تانية. كويس. المهم يعني هذا اللفيف حبيت اخرج منه برسالة، يعني رسالة من اللمة دي، يعني الكونسولتو اللي انتوا جبتوه ده عايزين نخرج منه بقى برسالة في آخر البرنامج. فالرسالة بتقول لك كالآتي: ما تستناش أعراض، ما تستناش أعراض مع بالرفح، ما تستناش يا ابني انت وهو أعراض، لا اجري بسرعة على الدكتور بتاعك وقول له الحقني يا دكتور، أنا عملت تحاليل ولقيت ال دي ال عالي، أو لقيت التراكمي عالي، أو لقيت أنا على النظام بس مش بيجيلي نوتيفيكيشن إن في لايف، عشان انت على النظام المدعم يا شوارب اللي ببلاش يعني، انت فاهم. ما هو انت خلي بالك بقى دلوقتي، مش كل الكلام هيروح لكل الناس. دلوقتي في كلام هيروح للناس كلها، وفي ناس معينة هيروح لها كلام معين. انت بقى انت من عامة الشعب يا شوارب، فلا يجيلك نوتيفيكيشن ولا يجيلك هايلايت على الحاجات المهمة. لكن احنا نقدر نشوف واحد يعني، واحد تاني يجيله نوتيفيكيشن بقى يقول له دي العوده يطلع لايف دلوقتي، فتقوم ده كاتب يقول لك ايه، كلمنا عن فوائد النوتيلا والشيبس. انا يا ابني اللي اقدر اقوله لك، اللي اقدر اقوله لك، بقالك 35 سنه ما شفتنيش، اذا كنت تعرفني من انت عندك 5 سنين، ان النوتيلا دي مش اختراعي، والشيبس مش اختراعي، وبقيت اكل اللي انا منعته واللي سمحت بيه برضه من مش اختراعي. انا جيت حضرتك، انت كنت معايا في ابتدائي، اسمك مميز محمد محمود، يعني لو ضربنا محمد محمود على جوجل في السجل المدني كنت هيطلع مثلا من 110 مليون في 106 مليون محمد محمود بس 106 مليون، وفي 4 مليون محمد احمد محمد محمود ايه طب قول لي ايه المميز كان في الديسك بتاعنا؟ لو سندوتشات البيض كنت برميها في الديسك. طالما بقالك 25 سنه 35 سنه ما شفتنيش، يبقى انت شفتنيش من وانا عندي 7 سنين. مدرسة العروبة لا انا شبهه بس مش انا، انا ما كنتش في مدرسة العروبة، انا كنت في مدرسة اسمها امون، امون، وكانوا حاطين علامة اللوجو بتاع المدرسة امون رع، امون رع. اه، ما هو احنا كان وقتها بقى مكتشفين مقبرة توت عنخ امون جديد. حلو. فاحنا وطنيين بقى، احنا بطبيعتنا كمدرسة كنا مدرسة وطنية، واحنا كمصريين اصلا وطنيين اصلا، فقاموا حاطين توت عنخ امون بقى كرمز. بتقول انا ناسي؟ خلاص ماشي، طالما انت مصمم ان انا كنت معاك في نفس الديسك
طالما جيت عندنا ترم ومشيت. انت لسه فاكرني من الترم ده؟ ده كان ترم اسود. يا له يا له من ترم اسود. بس عامة انا سعيد. يعني بص يا محمد، طالما انت كنت صاحبي واحنا اطفال، يبقى خلاص انت ليك عليا حق والله. بص انا احب قوي ذكريات الطفوله، يعني انا احب قوي ذكريات الطفوله، لان انت عارف الناس اللي عندها الزهايمر بعد شويه صغيرين بيحب الناس تكلموا على طفوله هو مش فاكرها. بس بقى مش هتكلم على الشيبس بنكهه الملح ولا نكهه الخل، أنا ماليش دعوه انهي نكهه. انا ولا هتكلم على الشيبسي ولا النوتيلا، ماشي؟ ولو الناس ما بطلتش. انت بتستعر من اصحابك بتوع زمان يا عم؟ لا والله، لا اله الا الله. عماد حبيبي حبيبي. فاكر يا عماد؟ بس على العموم افهم بس محمد يا محمود، والله العظيم بجد، طالما انت كنت معايا في الفصل انا هفتكرك طبعا، ما فيهاش كلام يعني. انت بتهرج؟ طب اقول لك على حاجه، انا كان معايا واحد اسمه حاتم شبل، كان بقالي 32 سنه ما شفتوش. شفته مره في مخبز وكان ابنه معاه، لقيت واحد بيزعق لابنه، ببص قلت له انت حاتم؟ قال لي اه. قلت له حاتم شبل؟ قال لي اه. لا تطعيمات المدارس لا. قعدت افكره بقى، فاكر يا حاتم؟ اصل حاتم كان مميز يعني. قال انا دلوقتي، انا كنت معاك في امون لينا جروب لحد دلوقتي على الفيسبوك. اه انا كان الاستاذ جمال كان بيديني علوم. محمد يزيدي صباح الخير. مجدي بولس صباح الخير يا دوك. 160 مليون. محمد محمود. ايوه الباقي مسيحيين بقى. المسلمين كلهم محمد محمود والباقي مسيحيين. انا مشيت عن النظام، بس عندي مشكلة تساقط شعر رهيب. خلي بالك يا باشا، مشكلة تساقط الشعر دي مش مشكلة هينة، فما بحبش اعديها. عمدة، اه بالظبط عمدة. نفس الجزمة عماد. انا اكبر مني 30 سنة وساكت. ايه رأيك ندي العيال التطعيمات لا طبعا جيهان ما تديش العيال التطعيمات. انا ضد التطعيمات وضد الادوية يا باشا اصلا، يعني بقى يعني ضد ده، انت فاهم؟ خالص يعني تدخلك مع جسمك تدخل يبقى بسيط، وبعدين انت لازم تكون فاهم ان انت اللي بتحكم فيك غرائز يعني اصلا. ازيك يا منال صباح الخير. ازيك يا هنشيري صباح الخير. ازيكم اميره عز صباح الخير. فانت جسمك تدخلك مع جسمك يكون تدخل بسيط، يعني زي تدخلك في البيت. انت بتقدر تتدخل في البيت اكتر من اللازم. لو لقيت حاجه في البيت مش مظبوطه وانت مش على مزاجك هتعرف تتدخل؟ لا، هيقولوا لك ما لو سمحت ما تضيفش، ما تحطش رايك، ما تحطش التاتش بتاعك. فاهم قصدي؟ فانت المفروض مع جسمك نفس الكلام. جسمك ربنا خلقه سستينبل ومينتينبل. مينتينبل يعني ايه؟ يعني انت انت تعيش سنين حياتك من غير ما تتعب، والتعب يبقى طوارئ. طوارئ يعني ايه طوارئ؟ شكرا يا محمد، اشكرك. ازيك يا هبه؟ يعني ايه طوارئ؟ يعني يبقى ايام معدوده كل فتره بقى اما مناعتك تنزل. وانا رايي يعني انا من الاراء اللي انا، شكرا يا استاذ عبد الله. الحاجات انا الاسيتون ممتاز والسكر، طب يعني ارتفاع اسيتون ومفيش سكر عالي. شفت الحلاوه؟ بص هنا بقى الجمال ده. ترامب اتكلم على التطعيمات والباراسيتامول او اللي هو الاسيتامينوفين، يعني هو طلع حتى مش عارف يقول المركب، هو الاسيتامينوفين ده اللي هو الباراسيتامول اللي هو البانادول اللي هو الدوليبران، اللي هم بيعملوا له اعلانات عادي. يعني انت دلوقتي صداع ايكوال بانادول، صداع ايكوال بانادول. لكن انت قصه ان انت تاخد كيميكال لا. جسمك قادر على التجدد، قادر على البقاء، قادر على الحياة. الأجل. تامر الباز صباح الخير يا دكتور تامر.